ازاي تنجح في الامتحانات في 30 ثانية؟ طبعا في الفترة اللي قبل الامتحانات دي الثقة بالنفس أهم من المذاكرة. بمعنى إن إيه فرحتي إن أنا أبقى مذاكر ومقفل وبتاع داخل الامتحان متوتر ما حلش استفدت إيه؟ بالتالي الفترة اللي قبل الامتحانات دي أول نصيحة لازم تنطلق، تحب الدنيا، تعمل حاجات جديدة، يعني من الآخر لازم تقضيها. وطبعا تجمع ملخصات، جمع ملازم، جمع يعني افلام وثائقيه ليها علاقه بالمنهج، اي كلام يعني، جمع كل حاجه وهنيجي ليله الامتحان تحديدا هنكتب الملخصات دي وده مفيد جدا. هنكتب كل حاجه وهنحاول نصغر خطنا وهنحاول ما نتقفش. خلاص، ومش هشرح اكتر من كده في النقطه دي. النصيحه التانيه، الفتره اللي قبل الامتحانات دي لما ماما تسالك انت ذاكرت ايه او ما ذاكرتش ايه، اوعى تجاوب لا بالايجاب ولا بالنفي. ليه؟ لو قلت لها لا ما ذاكرتش هيبقى مناحه نكد، وطبعا ده هيأثر على ثقتك بنفسك اللي هي النقطه الاولانيه. ولو قلت لها اه انا مذاكر بثقه هيحصل لك مشكله، لان ماما هيبقى عندها توقعات رهيبه ان انت هتجيب الدكتوراه في الماده دي وانت اصلا في سنه تانية مثلا او في ثانويه عامه او بتاع، بس هي ماما خلاص بص هو قال انه ذاكر خلاص، فهي عندها توقعات فظيعه، هتحبط جدا لما النتيجه تظهر ومش عارف ايه، هيجي لها احباط فظيع. فعلى ايه؟ فطبعا هنعمل ايه بقى في الموقف ده؟ خد مني انا بقى الاداء بتاع الحته دي، ان هيفيدك جدا الفتره اللي قبل الامتحانات. هتقول لك ها يا حماده ذاكرت الكذا، قول لها هو بس، محدش يمسك عليك حاجه، تقول دي في اي وقت بعد السؤال ده خلصت. النصيحه الثالثه، فكره بقى انك تقرا السؤال اكتر من مره وتبدا بالسؤال السهل قبل السؤال الصعب والكلام ده كلام فارغ، مش اي علاقه باي، ملوش قيمه يعني. احنا هنعمل ايه؟ ده تدخل الامتحان هتبص على ورقه الاسئله، هتركن ورقه الاجابه وهتعيط. هتعيط يعني مش تحمرق، لا تعيط بصوت، تعيط بشكل واضح. ليه؟ ممكن المراقب يكون قلبه حنين، فاهم، يفك لك الدنيا، يقول لك حاجه بتاع، يعني لو طلع غلس خلاص ارجع لامتحانك وجاوب عادي وبتاع. لكن ليه ما نجربش؟ ليه تضيع الاوبشن ده؟ يمكن يطلع قلبه حنين. انا نسيت اقول ان الملحوظه دي للبنات، تمام، لكن بالنسبه للولاد لا يا حبيبي، هتقرا السؤال اكتر من مره وتبدا بالسؤال السهل قبل الصعب وتمتحن عادي. لكن بالنسبه للبنات هنجرب فكره ان احنا نشوف والمراقب ومش عارف ايه وبتاع. النصيحة الرابعة، اوعى توتر نفسك بعد الامتحان بانك انت تراجع الاجابات ومش عارف ايه مع الناس مع زمايلك وكده. هتقول لي طب هيحرجوني وهيسالوني يقول عليا سوسه مش عايز اقول وبتاع. فاكر كنا بنقول ايه لماما وقت المذاكره؟ نفس الكلام. يقول لك ها يا حماده حليت سؤال رقم خمسة، اقول له هو بس. تغلف نفسك بحاله من الغموض، محدش يمسك عليك حاجه، خلصت. طبعا انا لاول مره احب اقول لكم ان انا بهزر وبتمنى لكم النجاح بجد في الامتحانات. وانا شخصيا يعني ما اتكسفش ان انا اقول لكم كنت عامل ازاي في دراستي وفي حياتي ايام الامتحانات وكده زمان. الحقيقه انا شخصيا كنت في الدراسه زمان كنت سهله